السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بتتابعوني. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفة تخزين الثوم من اروع ما يكون. الكثير طلبوا مني قالوا لنا كيف بدنا نخزن الثوم من السنة للسنة. انا هاي طريقتي في التخزين والناجحة الحمد لله 100%. راح نفيدكم فيها. استفيدوا انتوا، فيدوا يعني اللي معاكم، اي واحد يعني بورتاجوا الفيديو لاحبابكم واصحابكم على اساس الكل يستفيد. ليش لا؟ الحين راح نجيب الثوم. عندي 600 جرام ثوم. طبعا الثوم هذا نظفته مليح مليح وغسلته ونشفته مليح من المية. ضروري يكون ناشف مليح من المية على اساس ما يحمضش. راح نحتاج الخل والزيت والملح والزيت العادية طبعا، ونجيب المرتبانات. طبعا انا نغسلهم مليح ونغليهم في المية المغلية، نعقمهم وننشفهم ونخليهم ونروح لطريقة التحضير ان شاء الله. اول حاجة بسم الله راح نجيب الخلاط، نحط الثوم تاعي. الثوم زي ما حكيت لكم ضروري تنشفوه مليح، ما يكونش فيه ميه بالمره على اساس الثوم ما يحمضش معكم فتره التخزين. الحين راح نجيب نص معلقه كبيره تاع ملح، نجيب 5 معالق زيت، الزيت العادي مش زيت زيتون، وعندي 5 معالق خل ابيض، ضروري الخل يكون ابيض. وراح نحطهم في المطحنه ونطحنهم كلهم مع بعض. لما نشوف يعني الثوم مش راح نطحنه كتير كتير يصير زي الميه، ولا راح نخليه خميل يعني نص نص. شوفوا الحين راح نوري لكم القوام تاعو كيف بيكون. هذا هو قوام الثوم. شوفوا ما شاء الله كيف تحسوا يعني الثوم هذاك تعلق مليح في بعضه. شوفوا كيف معلق، وشوفوا كيف لونه بيكون على بياض، ما يكونش يعني اصفر ولا يكون هيك زي اللي حاطينه بالفريزر ومطلعينه. شوف ما شاء الله كيف طحناه. يعني هذا توم بتحطوه على الاكل، على السلطه، على ايش ما بدكم بتحطوه، بيضلوا نفس اللون من السنه للسنه. الحين طبعا هذاك الثوم بعد ما طحنته راح نحطه على جنب، ونجيب هذيك المرتبانات اللي بدي احط فيها. قلت لكم لازم تغلوهم تقريبا 5 دقائق وتنشفوهم مليح وتخزنوا فيهم على اساس نحافظ على الثومه هذيك من السنه للسنه ان شاء الله ما تحمضش. الحين راح حطيت شويه زيت طبعا. نحط الزيت، وضروري لما تطلعوا الثوم من المرتبانات ضروري المعلقه تكون ناشفه كمان، ما يكونش فيها ميه عشان ما تعملش معكم فطريات ويخرب الثوم من فوق. شوفوا كيف هذاك الثوم تغلغل في الزيت، ضروري يتغلغل في الزيت مليح مليح، وزيت العادي مش زيت الزيتون. انا هيك المرتبان طبعا راح نغلقه مليح مليح باش ما يدخلش الهواء. نزيد المرتبان الثاني ونحط الثوم هذاك اللي عملته. ما شاء الله فيهم بركه، يعني تقريبا 600 جرام بس، والله عملوا لي ما شاء الله مرتبان كبير ومرتبان صغير وضل منه يعني. راح نحط هذاك. شوفوا كيف المرتبان عبيته. طبعا اجاني هيك بصراحه كتير لما عبيته، يعني لقيت الزيت يعني بدها تنكب منه، وجاني كتير في المرتبان هذا. الحين راح نحاول ننقص من المرتبان هذا ونحط يعني نص الثاني في مرتبان اصغر. شوفوا كيف ما شاء الله اجا مليان كتير المرتبان هذا. هاي عاودت نقصته عبيته كمان زيت، يعني كتروا زيت، ما تبخلوش عليها بالزيت الثوم على اساس تضلها دائما مغطيه، حتى لو طلعتوا منها بتضل دائما غمرتها الزيت. راح نغطي هذاك المرتبان طبعا، او تقدروا تحطوا له ورق زبده او تغطوه مليح وبعدين بتحطوا الغطا على اساس الهواء ما يدخلوش. وضروري يتخزن في الثلاجه مش برا. الحين المرتبان الثاني هذا راح نحطه في الثلاجه ونطلع منه دائما طبعا. شوفوا كيف ما شاء الله كيف اجا، يعني اجت كميه كبيره ب 600 جرام. طلعوا لونه ما شاء الله بشهي، وبيضلوا والله من سنه للسنه، وطريقه ناجحه ان شاء الله 100%. يعني نتمنى تجربوا هالوصفات ان شاء الله وتستفيدوا منها. بارطاجوا الفيديو لاحبابكم واصحابكم على اساس الفائده تعم على الجميع. ما تنسونيش في جيم وبورتاج. وما ظني غير نقول لكم يعطيكم الصحه. شكرا كثير على تعليقاتكم الحلوه اللي مثلكم، وان شاء الله يا رب نتلاقى في فيديو جديد. ان شاء الله ادعوا لاخوتنا في فلسطين ان شاء الله شهداء كلهم، ربنا يرحمهم ويحتسبهم ان شاء الله شهداء عند رب العالمين. ونتلاقى في فيديو جديد حبيباتي، ومع السلامه.